السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللي ما يعرفنيش، انا ام نور حلو حاجه. تعال هنعمله وصفه حلوه مغذيه لاطفالك. يلا بينا. هنقشر البطاطا. يلا بينا هنقشرها ونرجع لكم. هنا بعد ما قشرنا البطاطا بنقطعها قطع صغيره. انا بوريكي هنا القشر بتبقى خفيفه زي قشره البطاطس. بتقطعي البطاطا تقطيع اللي انت عايزاه بحيث انها تستوي معانا اسرع. على فكره اللي ورا دي وش اللبن اللي انا كنت محوشاه وعاملاه سمنه فلاحي. خشي على الصفحه بتاعتي، اللي ما شافوش يعني شوفوا، هيعجبه جدا جدا. البطاطا هنا بقطعها وبكون بغلي ميه في الكاتل حوالي 3 كوبايات ميه. بجيبها سخنه احطها على البطاطا واسلقها. طبعا انا بحط ميه سخنه عشان يعني ما اخدش وقت في التسويه. بحط مج سكر. مج موجود في كل بيت. السكر على فكره اختياري، انتي بتحطي السكر تحليه اللي على كيفك. بعد ما تتسلق بهرسها نص هرسه، عشان انا بحس يعني بحب طعم البطاطا تكون باينه في الاكل، ما تكونش مهروسه كلها هرسه جامده. هنا ببقى انا في لبن ورايا، هنا بغليه حوالي كيلو لبن. حطاه يغلي على النار او يسخن كويس يعني، عبال ما اعمل ادوب الدقيق عشان اعمل البشاميل. هنا زودت حوالي كوبايه لبن على البطاطا، وبعدين باخد كوبايه لبن تانية وبدوب فيها كوبايه دقيق، وطبعا بقلبها كويس جدا على البارد لحد ما يبقاش فيها اي تكتلات. وانا محضره مج سكر هنا جنبي علشان ازود السكر شويه. طبعا زي ما قلت لك ده اختياري، انتي بتزودي اللي انتي عايزاه. بعد ما دوبت الدقيق كويس، انا بحط هنا حوالي نص فنجان سمنه فلاحي على البطاطا. مهم برضو ان احنا نحط سمنه يكون طعمها حلو. بصي بقى المكون ده اسمه صنص الحليب. صنص الحليب ده حاجة سحر، تغنيكي عن اي فانيليا، عن اي بشر ليمون. انا بصراحة بستخدمه في كل حلويات عندي، ممتاز ممتاز. بجيبه من عند العطار وبحفظه عندي في البرطمان، وبحط منه معلقة واحدة مثلا على الأكلة دي كلها، معلقة صغيرة على صينية كيك. هعمل لكم وصفات كتيرة قوي من انصاص الحليب ده. بصراحة روعة، اختراع جميل جدا. هعمل لكم وصفات حلوة قوي منه.